لم يكن عشاق السينما حول العالم على موعد مع فيلم جديد، بس لا، ده كان فيلم لحظة مفصلية في تاريخ الفن السابع. فيلم أفاتار للمخرج جيمس كاميرون لم يكن مجرد مغامرة خيال علمي، ده كان تجربة بصرية درامية قلبت معايير الصناعة رأسا على عقب. فمن عالم بندورة الافتراضي إلى صالات العرض الحقيقية وفيها بقى العواطف. لكن جيمس كاميرون مش مجرد مخرج ناجح، ده من أكثر المبدعين تأثيرا في تاريخ السينما. بدأ مسيرته كفنان رسومات وتقنية مؤثرات بصرية، لكن سرعان ما أثبت أنه يملك خيالا جامحا وطموحا لا يعرف الحدود. أخرج أعمالا أصبحت في علامات في تاريخ السينما المصرية. طبعا كلنا عارفين الفيلم الرائع والعظيم تايتانيك، اللي أصبح علامة في تاريخ الفن السابع، وتستطيع إنك تشوفه أكتر من مرة وتستمتع بيه. المخرج كاميرون لا يكتفي بسرد القصص، بيبني عوالم متكاملة من اللغة والثقافة والتكنولوجيا. وبعدين هو دقيق جدا ويسعى للكمال حتى لو استغرق إنجاز الفيلم سنوات. هو لا ينسى أبدا في عمله أن السينما مشاعر قبل أن تكون مؤثرات. فيلم أفاتار الميزانية بتاعته تجاوزت 230 مليون، كانت مخاطرة إنتاجية، لكن تحول إلى أكبر انتصار تجاري وفني في تاريخ السينما المعاصرة. حقق أرباح ما يقرب من 3 مليار دولار. أيوة، 3 مليار دولار. النجاح بتاع أفاتار خلى المخرج عمل فيلم جزء تاني وتالت ورابع وخامس، وكل الأفلام ناجحة، مفيش فيلم فشل، كله ناجح. على فكرة، فيلم أفاتار ما كانش مجرد فيلم ناجح، بل كان نقطة تحول في صناعة السينما ودرسا فكيف يمكن للخيال أن يدر الملايين ويطرح أسئلة عميقة عن الإنسانية. بين كل لقطة وصرخة وضوء أزرق ينبعث من الشاشة، ترك جيمس كاميرون بصمة لا تمحى، مؤكدا أن حدود السينما لم تعد تتوقف عند نهاية الفيلم، بل قد تبدأ منها.